الله السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة جديدة نبتديها بالصلاة على محمد وآل محمد. صارت كم يوم ما منزلين فيديو، مشتاقين. باعوا هاي بدت الزهر، هاي بدت ورودها، وهاي الأكاسيا المصرية باعوا لها. صارت كم يوم والله ما منزلين فيديو بسبب المشاغل، بسبب هواي ظروف شوية. فراجعين وياكم من جديد ويا هذا الجمال. باعوا هاي الأكاسيا بدت ما شاء الله، بدت هسه بدت. هذا متسلق صاعد فوق هنا، وهاي الطيور جوا. ان شاء الله نوافيكم بالاحداث الجديدة. هاي الصبح صورت شوية، وهسه هم راح اصور شوية واظل اجمع بالمقطع. ما شاء الله باع هذا ورد الأكاسيا هسه ما شاء الله بدا يطلع، وصار له تقريبا ذيك وحدة. هاي كوشة، وذيك وحدة فوق، والخضار هنا ما شاء الله. يعني هذا الخريف الربيع الثاني يسمونه بالعراق عندنا. هاي يا اخوان باعوا بالمغرب. شي تبدي الطيور، يعني شي كل من يروح المكانه، كل واحد حافظ له مكان. يعني هسه مثلا هذا الغصن ينام بيه. هسه هاي الحمامة اللي نايمة باعوا له، نايمة بالعشاء. هي الحمام الملكي بالليل ينام، هو ينام. هذا الحلو باعوا. هاي البلابل وضعهم تمام، يعني هالايام ما بيهم خباثة. شوف هاي انا قاطع الجقال بس اقلل. باعوا نجي عليه. تعال. حديقة صار ايام والله ما داخلها هيجي، يعني ظروف ومشاغل، ويعني هسه راجعين وياكم ان شاء الله من جديد ونوافيكم بالاحداث. عندي طيور اريد الزمها، حمام ملكي، افراخ وكبرى وانفطموا اريد اعزلهم. هاي وحده. العجلة اشوفكم اياها ان شاء الله باكر، مو اليوم، لان اليوم الدنيا مغرب والطيور ما نريد نزعجها. كلها راح تنام وكلها وضعها تمام. يعني ذولا الدجاجات هنا سوينا لهم مكان، عزلناهم، يعني قاطع سوينا بهذا وعزلناهم ذولا الصغار. ما ادري هسه يبين ما يبين، ما ادري. بس جاي انظف بهذا الشجر. يعني هذا المتسلق صدق اذية اذا كان يمه اشجار ثانية. شوف هنا طاغي خلى شغل اللايتوب بلحظة. باعوا هذا كله. هذا صاير شي متداخل بشي. باعوا الهوسة جوا. هاي الهوسة جوا كلها جاي اقلم بيه. يعني صدق مشكلة. هسه هاي اندفنت. هاي نبات فرشة البطل كلش حلوة وراقية. طبعا هي الورد مالها يصير لونه احمر، بس شنو هسه دخلت هنا بهاي الهوسة. باعوا لها هاي الهوسة بعد ما تطلع، الا اشيل هذا المتسلق هذا كله، اشيله لازم. هسه شلون ما اعرف. راح اقصقصه من الجذور مالته من جوا. شوف الكاميرا شلون بيها مشكلة. هاي خل اوضحها وارجع لكم. اخوان هسه هذا ما ادري يبين يمكن واضح. هسه واضح ان شاء الله. هذا المتسلق راح نرفع كله، لان هذا مؤذي صراحة، مؤذي. راح يسوي لنا هناك يتكدس فوق وبعد يستفحل ويصير صعب، يعني الا نشيله من جوا. هذا نقصه نقلعه قلع كامل. يلا هذا ممكن نستفاد منه من ذبه جوا بالحديقة. يلفون بيه اعشاش ممكن. هذا يلفون بيه اعشاش. الجاوة الملكي كلهم يعني، خاصة الجاوة والفنجج هذا كلش يحبونه يرغبونه. خاصة هاي الاعواد بيه ممكن انه تنحني باي اتجاه يرغبون بيه، فهذا يفيدهم. لا شنو التراب اللي وقع من يمه؟ هم طفل لايت خله شغله. شنو التراب اللي وقع من يمه؟ هذا مو نايم شي على شي، هذا نايم شي على شي. باعوا. وممكن التراب يجي جوا يدخل، هذا ما يطلع بعد الا غسل زين. هسه راح اقصه هذا كله. خله اليوم انقص جزء، حتى البقية بعدين. اهم شي شوية ما نريد نسويها كلها يعني مفتوحة فد نوب.
لا نخليها متظللة شوية شوية، نقلم بيه بين ما نحدد مساره وين. بس شنو التراب؟ ما اسولف لكم على التراب. شنو دهلة دهلة؟ لا هذيك الدهلة طينة يعني دهلة. خلي غسله، هذا اعمال الليلية طبعا. شفت نفسي ما عندي شي فجاي اسوي بذني. الجو بدا يبرد هالايام وتوب. هاي الاكاسيا باعوا الازهار مالتها حتى بالليل تبقى انفتح. شوفكم هاي وين نايمة لافة عش هنا باعولها. هذا عش جديد كلش ما حبيت انا العش، بس شنو لفت بيه. هاي باعولها. هاي لفت عيش هنا الحمد لله والشكر. يعني ممكن نسوي بعد اعشاش. عندي هواي من يمهم. الله يرزق الجميع ان شاء الله. هذا بالمي مشكلة. هاي طريقة ممكن تسوون الاعشاش للملكي، خاصة للمحميات، لان هاي من فوق لازم جبلون حتى يحميهم من المطر. هو هنا راح يصير يعني يدخل لهم المطر لو كل الاحوال، لو شو تسوي هم يدخل لهم. بس احنا يعني طريقة التربية اللي متبعيها هي التربية الطبيعية، يعني حالهم حال اللي الحمام الفخاتي اللي بالحدائق بالبساتين يعني هيك. بيت متسلق هذا ست الحسن، ولفة هاي كاملة جاية جذرة هنا حتى نزرعه. هاي النوعية كانت عندي قبل بس هسه ما عندي، اريد اكثر من يمها. هو بالمي، هذا بالمي يطلع بس يتجذر يصير بيه كثافة بالجذور تبدون تزرعونه بالحديقة. المطية هاي بدلت، مدري هي مدري بيضت. شوفوا تريد بيض باع شلون منتفخة باعوا. ما اعرف يمكن لو استوها بيضت لو راح تبيض يعني. هاي المشاهد حصرية طبعا. اي والله تريد تبيض باعوا له، لان هذا العش يعني صار له يومين يمكن هيك اقل اليومين لافين بيه جوا عوادو. هاي لازم اصور الطيارة لكم باعوا. هذيك اجواء هنا حلوة شوية. يا الله وندخل. بسم الله ما شاء الله. شوفوا هاي النموات هم راجع طاقة من جديد، هم راجع عابر هذا التيم باعوا. بس احنا ممكن هذا ممكن نقصه ما دام بعده صغير يعني. هذا العش شوفوه ببطنه بنقالي. شوف خله عدله هو صاير اعوج. هاي بي بنقالي ما شاء الله كصوت فراخ. بس وين هنا يمكن هذا العش افراخ مال بناجيز ما اعرف بنقالي هيك يعني اسمع ينوصون. هذا العش اللي شوفتكم يا ذاك اليوم همه. هذا العش البلياسة. هذا شوفوا هذا البنقالي نايمين بيه هسه، هم بيضين ما شاء الله هسه هم يعني ما صارهم فترة طويلة ونايمين بيه. فهو ناجح. وهذا اللي شوفتكم اياه هسه حركناه باعوا نايمين بيه ما حتى ما قامت. هذا العش هم كل شي ماكو. هسه بادين السنة هاي يلفون بيه هذا بالعافية. بادين يلفون بيه ذولا تجاوه باعوا. هاي العواد طالعة منا يعني اكو عش جوا جاي يلفون بيه. الايام انا ما داخل الحديقة ابد يعني. ما شاء الله باع ذولا مسويات لك يا طوبة. شنو ذني البناجز باعوا لهن شلون يلفون بيه. او ممكن مو بناجز او ممكن بنقالي ما اعرف والله. يراجع راقبهم يلا شوفهم.
ليش ما صار لنا البلابل ذولا يعني بالحديقة موجودين بس ما عندهم نشاطات. طبعا همينة مغربية هسه والله ما ادري شلون، ان شاء الله هاي مال التصوير ما اعرف. هسه انخبصوا وباعوا مخبوصين. لان كل من يريد يروح المكان ينام، حافظين مكاناتهم هم وينامون. اخوان اكو اعشاش بهاي الفترة يعني واكو ترتيبات همه، بس شنو والله شاهد فراغ ماكو حتى واحد يصور لكم. ما شاء الله بيضت هاي الشي اللي صورنا لكم اياه من الخارج هسه بيضت. لان بيضت شفت انها هيك حصرت روحها وقامت هذيك. هاي هي باعوها. خلي اشوفكم اياها من قريب والله. شفتوها استوها بيضت. والله انا شفتها هيك من ساعة قلت لكم راح تبيض، لو استوها بيض راح تبيض يعني، وهسه استوها بيضت. هاي وحدة من ذن هي حلوات والله ما شاء الله. بس انا ما اريد ازعجهم هنا ابد. هذا هنا هم عشاش اكو بهاي السلة بيها بس مال شنو ما اعرف. لان تعرفون انا طبيعتي ما اقلب بالاعشاش ابد. باع هذا المتسلق شلون صاعد باعه. هذا ممكن يسويها ظلمة علينا مشكلة هاي. باع الحج هو النايم. متونسين يعني. اي والله هذا المشبك منه هم تعبان باع شلون تايخ باعه. هاي المكانات اللي يوقف فوقها البزون ويقمز من يمها هي اللي تتعرض للتلف باعوا لها. هسه هذا هم يراد نجيب لها قطعة والله. نجيب لها قطعة من هذا البياتش القوي حتى يفيدنا بالمستقبل يعني بذيك المحمية الكبيرة الثانية. همينه جاي يتزاوج هسه. هذا اللي الجاوة العسلي باعوه. طلع عندنا طفرة هنا من العاديات ما اعرف اكيد امهاتها حاملات هاي اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه بدا الجامع يقرأ وبعد نعزل. ماشي نوافيكم ان شاء الله بفيديوهات لاحقة وهاي الفترة ان شاء الله نتواصل وياكم اكثر يعني. نعاود الفيديوهات اليومية ممكن بين يوم ويوم. يلا حبايب.